هنيجي هنا عند التسجيل في الدوري. هنا لما بنعمل عدد الفرق، حددنا الفرق وذهاب ولا عودة ولا الكلام دوت، وبنختار في حالة التعادل النقاط ايه اللي يحصل. عايزين بقى ندوس على التالي يسجل لنا البيانات اللي اتكتبت ديت في في الجدول. بيسجل لنا البيانات دي في الجدول. طبعا احنا عشان نسجل لازم يبقى في جدول. يبقى اول جزئيه كده هنا في جدول تيبل جديد. تيبل جديد. التيبل الجديد دوت هيكون اول حاجه رقم البطوله. رقم البطوله يبقى هو فيلد الاول هيكون رقم. طب الرقم ده هنجيبه منين؟ الرقم دوت مجرد ما يفتح الشاشه ديت هيتعمل رقم. هيتعمل رقم، والرقم ده مش بالضروره اللي احنا نشوفه اهو، رقم وتاريخ. طب الرقم دوت القيمه الافتراضيه بتاعه بتساوي صفر. القيمه الافتراضيه بتساوي بس صفر. بس قبل ما نكمل كده لازم نقول اللي هو نمبر، نوعه نمبر. ونعمل هنا اهو القيمه الافتراضيه بتساوي صفر. ظهرت معانا صفر اهي. فهنا عند فتح هذه الفورم اللي هو خصوصا فورم 5 هنشوف الاول تكست ده يبقى اسمه تكست 79. التكست 79 يبقى مي دوت تكست 79 بتساوي مي دوت تكست 79 زائد 1. بس بشرط لازم يكون دوت مسجل في جدول، منضم في جدول. هنعمل هنا فورم جديد ايضا، وهنعمل هنا نمبر يبقى تيبل 4 مسجل باسم تيبل 4. هنيجي هنا اهو وهنعرفه بجدول. هنعرفه بجدول تيبل 4 ويبقى دوت منضم في فيلد واحد. يبقى عند التحميل كده اخد واحد. كده هنعمل اغلاق ونخش تاني. يبقى هنا هنشوف ليه ما نسجلش 2 عند التحميل. ماشي مش مشكلة. هنعمل هنا تكست بوكس تاني اخر، وهنعمل هنا بتساوي ديزاين، بس يكون لازم يكون نمبر. لازم يكون نمبر. لازم يكون ايه نمبر. هنجيب اللي هو الديزاين دوت دي ضم اللي هو الجمع، وبرضه المثال ده بالكامل هيتحمل. حمله اسفل الفيديو الرابط بتاعه عشان تقدر تعرف اتعمل ازاي. يبقى هنا دي ضم تيبل 4. الموجود داخل فيلد واحد. اجمع لي الموجود داخل فيلد واحد، والكلام ده هتساوي في الخانة التانية
اهو. تلاتة خد رقم 4 وهكذا. يبقى احنا دلوقتي كل اللي علينا نعمله هنعمل ده عملية إخفاء، وهنظهر دوت هذا الرقم بغير التحكم فيه. ما ينفعش ان احنا نتحكم على هذا الرقم. ادي كده رقم 5. زي ما انتم شايفين واخد رقم تسلسلي. هتحمل المثال دوت وشوف اتعمل ازاي دوت. ده اول حاجة عشان نقدر ننقل الداتا ديت لمكان اخر، ننقل الداتا ديت في مكان اخر. ده مثال في دي صن ونجمع في جدول اخر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.